خليكي ناصحة ونفس المقادير اللي كنتِ هتعملي بيها أكل بسيطة جدًا وعلى قد الميزانية، بنفس المقادير من غير تكلفة زيادة، اعملي أكلة حلوة جدًا يستمتعوا بيها من كتر حلاوتها. تعالوا بقى أقول لكم هنعمل إيه. أنا كنت جايبة بتنجان كده وقُلت هاقليه بقى بتنجان وبطاطس وجبنة وكده، وبعدين قُلت طب ما أنا هاخد نفس الحاجات دي وأعمل بيها أكلة مشبعة أكتر وكلنا بنحبها. نفس الأكل اللي أنا باعمله مع اللحوم، هاعمله من غير لحوم، وهيبقى في نفس اليوم اللي هاعمل فيه أكل أرداحي عادي. تعالوا بقى صلّوا على النبي ويالّا نبتدي. أول حاجة جبت شوية دقيق صغيّرين كده دول حوالي كوبايتين دقيق كبار كده، وبدأت أعجنهم بإيه، بمَيّة. طبعًا زي ما أنتم شُفتوا في الأول المَيّة حطيت عليها نُص معلقة ملح كده ودوبتها، وعجنتها كويس وتكون عجينة يعني متماسكة مش طرية، تكون لحد ما قاسية. أنا عمّالة أزوّد يعني بُصّوا المَيّة بالنقط عشان ما تاخدش مَيّة زيادة. أنا عندي already دقيق تاني بقية الكيس، بس أنا خدت تُلت الكيس بس، يعني يعتبر كوبايتين وشوية كده دقيق. وبدأت أعجنهم بقى بالمَيّة حبّة، حبّة كده لحد ما بقت عندي يا دوب لمِّت كده وإيه وما بتلزّقش أبدًا وتبقى عجينة قاسية شوية. وبعدين بقى إيه، جِبت طبق ورشيته دقيق بعد ما عجنتها حلو جدًا، وقطّعتها كِوَر صغيّرة كده وغطيتها سِبتها ترتاح. في وقت ما هي بترتاح بقى جِبت بصلتين كده وقطّعتهم، وواحد فلفل حار وده طبعًا اختياري، والطماطم طبعًا عندي 4، 5 طماطمات كده، وإيه وضربتهم في خلاط. وجِبت بقى عندي الحلة حطيت فيها معلقة سمنة على معلقتين كده زيت، وهابدأ بقى إيه، أحط الخضار اللي أنا ضربته في الخلاط مع نُص كوباية مَيّة، وابدأ بقى إيه أسيبها تتسبك. هاغطيها كده عشان ما تبهدليش الدنيا، تلاقي كل البوتاجاز عليه كده من الصلصة دي، نغطيها. بس الأول حطيت معلقتين صلصة كده عشان اللون تدّي لون وبتدّي طعم حلو برضه، اللي هي البوريه بس مش أساسي طبعًا. ده بقى كان بتنجانية أنا كنت جايباها للقلية زي ما قُلت لكم، فما كنتش مكتّرة، مش عاملة حسابي إن أنا إيه هاقلبه محشي في الآخر. وطبعًا أنا كان عندي شوربة. أنا دايمًا لمّا بيكون عندي شوربة زيادة باشيلها في الفريزر لو احتجتها لأي سبب، وأدي جه بقى الاحتياج ليها. والبتنجان طبعًا كان جاي القلية، فالبتنجان طويل مش اللي هو البتنجان بتاع المحشي باجيبه صغير كده. فقطعت كل واحدة 2 نُصّين. وهاقول لكم دلوقتي أدي النُص الأولاني ده طبعًا مقفول يعني من عند ربنا كده مقفول من نَفْسه. طَب التاني ده عملنا إيه، يا دوب شِلت الجزء الأخضر من غير إيه ما أقطعه، ما قطعتش بالسكينة، لفّيت بس كده إيه لحد ما طلّعت الأخضر والبوز اللي هو فوق ده موجود زي ما هو. وعادي باقوّرها وما زالت أهي اتقوّرت كويس وزي الفل وما فيش أي حاجة، كلّهم بنَفْس الطريقة كده. سهلة جدًا مش محتاجة. عايزة أقول لكم في الفنادق أنا شُفتها نفس الطريقة دي. كنت في فندق اسمه desert rose في الغردقة، كان المحشي الشيفات مقدّمينه بالطريقة دي، بتنجان طويل ومقطّعينه صاص. بعد كده بقى إيه الخلطة بتاعتي اتسبّكت وأنا ما كنتش ملّحتها ولا حطيت البهارات. حطيت بقى عندي ملح وكمون وفلفل اسود. وانا كنت باحط شطه في الغالب، باحط شويه صغيرين، بس انا بما اني حاطه فلفل احمر، فلفلايه حمرا كده مشطشطه، فما حطيتش. وحطيت نعناع اللي هو المجفف ده، وعملته بين ايزي كده اللي هو يعني فركته كده ان هو يبقى ناعم. وده بيتحط على كل المحاشي ما عدا محشي الكرنب ما بيتحطش عليه نعناع، ما بيبقاش ظريف. وجربته مره كان باقي خلطه من محشي بتنجان وحشيت بيه كرنب، كان طعمه رهيب، يعني مش رهيب اللي هو فظيع، اللي هو العكس بالظبط. وابدأ بقى اشوح الرز مع الخلطة بتاعتي. لان التشويحة دي اللي بتخليه يبقى مفلفل وحلو، تسويه كده يبقى يعني يستوي كويس ويبقى مفلفل وحلو مش معجن. سِبت بقى الخلطة تهدى شوية عشان أعرف أحشيها براحتي كده، وقُلت في الوقت ده أبدأ بقى إيه، أفرد الرقاق بتاعي اللي هو إيه already خلاص يعني إيه، ارتاح وهيبقى أسهل في الفرد. باحط بقى شوية دقيق، الفرد الطبيعي خالص، ممكن تفرديها واحدة بس بوحدتها كده، وممكن بقى تفرديها عدد مع بعض. هاوريكم الطريقة دي والطريقة دي. أنا بابدأ بقى أفردها كده. دي أول واحدة فردتها لوحدها براحتكم. ممكن بقى أنا إيه، يعني ما عنديش صبر بقى أفضل باروح جاية الطريقة دي أسرع، بافضل بقى أمُطّها كده خفيف مش زي ما أنتم شايفين على الفيديو مسرعاه عشان طبعًا بيبقى طويل. لكن أنا مش باشدّها جامد زي ما أنتم شايفين كده، باشدّها بالراحة أكتر عشان ما تتقطعش، بس بتمُط معاكِ بقى وتلاقيها كبرت ومن غير ما نقعد نفرد لحد ما تكبر خالص كده، فتبقى طريقة سهلة جدًا. بعد كده بقى باجيب 3 كُرات كده وافردهم فردة بسيطة. وبعد ما افرد ال3 كُرات يعني الفردة دي تبقى قد بعض يعني، احاول إنها تبقى قد بعضها. وابدأ بقى أحط بين الطبقة والتانية شوية إيه، دقيق حلوين كده.
ما تفتكريش ان هما كتير، لان هي لسه هتوسع وهتشرب الدقيق ده كله، فهتحسي ان هي ممكن لو حطيتي قليل رشه بسيطه هتلزق في بعضها. انا عامه بطمن برضو بعد ما افرد شويه، يعني انا بوسعها كده زي ما انتم شايفين كده بقطر مثلا 18 20 سنتي كده او 15 سنتي، وابدا بقى افكهم من بعض وارجع ازود تاني رشه دقيق عشان ابقى ضامنه ان هي ما تمسكش في بعضها ويبقى مشكله بقى التلاته لزقوا في بعض. بس انتي لما بتكوني حاطه دقيق كويس ما تخافيش ان شاء الله مش تلزق، بس ياخدي تحسبا برضو. ابقي بين كل يعني ما توصلي كده للقطر اللي قلتلك عليه ده اللي هو حوالي 15 سنتي كده او زياده شويه حاجه بسيطه، افتكهم من بعض وزودي رشه دقيق تاني. وبعد كده بقى بحطهم بركنهم عشان هعمل كل الكميه كلها، وبعد كده ابدا اسوي بقى. بصوا اهو بعد ما حسيت ان هم صغيرين شويه بدات امط خفيفه كده خلاص على طول، واحط كل بين الواحده والتانيه رشه دقيق عشان ما يلزقوش في بعض، على ما اجي اسوي ما يكونوش مسكوا في بعض. اهو تاني نفس الطريقه، انا اول واحده وريتها لكم عشان لو حد عايز يعملها واحده كده، او مش بيعملوا كتير وخايف يلزقوا منه، بس جرب يعني الحياه تجارب. نيجي بقى لطريقة تسوية الرقاق، طريقة سهلة جدا. أول حاجة بجيب عندي صينية وأقلبها كده وأفتح النار من تحت تبقى نار متوسطة، بس أسيب الصينية تسخن الأول، بعد كده أحط الرقاق بتاعتي. دي طريقة ويعني سريعة جدا ما بتاخدش وقت. بس أقول لكم بعدها طريقة أسرع بقى اللي أنا منزلاها في الريلز اللي فات، كنت قلت لكم أوريها لكم بالتفصيل في الفيديو ده، فأنا إن شاء الله أوريها لكم. دي بقى بنفضل كده نقلبها لحد ما تستوي كويس. فانا هجري الفيديو عشان الفيديو طويل قوي زي ما انا ملاحظه، بس مش قادره اقص اكتر من كده عشان يبان التفاصيل. او زي ما انتم شايفين هتبدا كده بقى تعمل فقاقيع كده. الطريقه التانية بقى بنحطها على الصينيه يدوب بس تشد، ما تبقاش عجينه اللي هي تتقطع مننا، تشد ما تاخدش لون على طول بقى على عين البوتاجاز كده وهي متعلقه على النار عادي كده، بس تقلبي بسرعه ما تسيبهاش عشان ما تتحرقش منك. هتلاقيها انتفخت كده وعملت فقاقيع وتحفه تحفه تحفه، كانك مسوياها في الفرن الغاز الموجود في الارياف اللي هو الفرن الحلو بيطلع الاكل الحلو ده. بعد بقى ما خلصت الرقاق قلت ابدا بقى احشي البتنجان، حشيته اوريدي طبعا، وعندي الشوربه طلعتها من الفريزر وسخنتها وسقيت بقى لنص الحله كده وعلى النار على طول على نار عاليه. وبعد ما تاخد غلوه كده حوالي 5 دقايق ابدا اوطي عليها واسيبها بقى على نار هاديه حوالي ساعه الا ربع كده لحد ما المحشي بتاعي يستوي يبقى جميل. جربي بقى الرقاق ما تعمليه من غير لحمه، ما تفضليش رابطه نفسك لما يكون عندي لحمه ونفسكوا فيه ومنعاه، لا طبعا بما ان اللحمه دلوقتي كيلو بقى عدى جدا. فجربيه تعمليه كده بجد والله طعمه جميل جدا. واعمليه جنب اي اكل، حتى لو عامله يعني اكل مثلا معاه فراخ معاه كده، فالحمد لله اصلا لوحدها غاليه فنعمل جنبها صينيه رقاق من غير حاجه. ولو عملتيها اكله كلها على بعضها من غير لحمه زي ما انا عامله كده برضو افضل بكتير ما تقعدي تعملي مقالي واكل ارداحي اللي هو الشعبي، معظم الاطفال مش بيميلوا ليه قوي بس هيحبوا الاكله دي اكتر. بعد ما خلاص عملت بقى صينيه الرقاق بتاعتي وحطيت بين كل رقاقه والتانيه معلقه سمنه كده على النار بقى، اسويها على البوتاجاز من فوق، مش هسويها على في الفرن، هتبقى احلى. التسويه دي تبقى حلوه جدا على نار هاديه، ونفضل بقى نقلبها لحد ما تاخد لون ونقلبها الجهه التانيه نفس الوضع، تبقى رهيبه وتبقى طريه وطعمها بجد تحفه. ارجو بقى تتفاعلوا مع الفيديو بلايك كومنت شير، اللي التفاعل مخليه ريتش في الارض والفيديو مش بيوصل لناس كتير، اتمنى تتفاعلوا مع الفيديو.